Merci. ورقم 14 أحمد المختار في هذا المساء بنفس التشكيلة التي لعب بها الفريق في مواجهة الكلاسيكو التي نجح في الفوز بها بهدف دون مقابل من إمضاء اللاعب أحمد المختار أحمد الذي يبدأ اليوم أساسيا في هذه المواجهة. المباراة المهمة ومواجهة لا شك بأنها لا تقل قيمة على المواجهة التي سبقتها، المباراة التي جمعت بين الجمارك وبين ملوك العاصمة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. كرة تعود لمصلحة نادي الهلال الذي لا يعرف الخسارة في بطولة الدوري حتى الآن. كان قد لعب في الجولة الماضية هنا على أرضية هذا الملعب في ديربي أم درمان وحقق الانتصار على حساب نادي المريخ السوداني في ديربي قطبي كرة القدم السودانية، وبالتالي لديه الآن أمل من أجل أن يحقق الانتصار ومواصلة الصدارة، بينما نادي التفرق زينب يريد أن يلعب بنفس تشكيل
التي واجه بها فريق اف سنوادبو على امل ايقاف الشراسه للفريق الهلال. كره لمصلحه لفريق تفرق زينه من الجهه اليسرى، دخول منطقه العمليات، مر 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 مر, مر ولكن طالت الكره، فرصه بعيده وتحولت الى رميه جانبيه. هنا على الصوره اسماعيل دخل بطريقه رائعه ولعب الكره، ولكن لم تكن متابعه من قبل اي مهاجم لفريق تفرق زينه، ولكن عليهم ان يحذروا لان الهلال خطير في المرتدات. كره طالت مره ثانيه، الزعيم يبدا ضاغطا في دقائق المواجهه الاول، الزعيم يبدا في مواجهه الاولى وهو يحاول ايقاف نادي الهلال في هذا الشوط الاول وفي هذه المباراه. خاطئه الكره، هنا الهدف الاول، هدف الاول، هدف الاول 1-0 لمصلحه الهلال في هذه اللحظات. الهلاليون يتقدمون باول اهداف المواجهه ويتفوقون حاليا بعد مضي 4 دقائق فقط من عمر المواجهه. يا سلام على هدف المباراه الاول، بعد كره خاطئه، بعد كره مغالطه، بعد ثغره ربما كانت في دفاعات تفرق زينه يحاولون من خلالها، ولكن خطفها لاعب نادي الهلال ويسجل هدف المواجهه الاول. ورميه جانبيه 20 دقيقة مرت مشاهدينا الكرام أينما كنتم من وقائع هذه المباراة التي تجمع بين تفرق زينة ونادي الهلال في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الوطني لكرة القدم. هدف المباراة الوحيد حتى الآن سجله مهاجم الهلال. الحديث هنا عن ياسير محمد الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد مغالطة أو سوء تقدير من دفاعات تفرق زينة. علي يونس ويد يرسل كرة من هنالك عن طريق حماد جاي، أخطر لاعبي تفرق زينة، عرضية حمادي، يا سلام على حمادي، متابعة لفريق تفرق زينة يحاولون بتمريرة خطيرة ولكن سهلة، ما زالت ولكن الدفاع يغطي على الكرة ثم تصل مرة ثانية. هذه بينية، هذه خطيرة، هذه كرة، هذه انطلاقة، هنا المحاولة، هنا ياسير 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 على ياسير وعلى جمالية الهلال. الهدف الثاني لمصلحة الهلال في هذه اللحظات. ياسير خطير، ياسير المثير، مر بطريقة رائعة ثم عاد لاعبه وسميله ليسجل الهدف الثاني في هذه اللحظات لمصلحة الهلال في هذه المواجهة. ثنائية للهلال يضرب بها تفرق زينة بعد انقضاء 22 دقيقة فقط من عمر المباراة، ويبدو بأن تفرق زينة لم يتابع الهلال ولم يحضر كثيرا للهلال، لأن من يتابع الهلال لماذا كان في الخلف مدافع وحيد؟ لماذا نسيتم الدفاع وحاولتم أن تهاجموا؟ لأن مهاجمة الهلال من الصعب أن تنجح في الكرة الماضية. تفرق زينة، كرة سهلة للحارس فوفانا، يلعب الكرة من هنالك لحسين، تمريرة بينية في منتصف الملعب لفريق الهلال، ضايع الكرة، هناك خطأ لمصلحة تفرق زينة، تلعب الكرة بشكل سريع ثم تعود مرة أخرى. معلوم بلمس بمحاولة، طالت الكرة، انطلاقة مرة أخرى، ما زالت فرصة قائمة بالسلامة لأحمد المختار، متابعة من جديد، وهناك الكرة تقطع ومحاولة، وهناك سيداتي سادتي أنسات الحكم صفر نهاية المواجهة بفوز مستحق لفريق الهلال. مبروك وهارت لك لفريق تفرق زينة، على الرغم من أنه قدم مباراة كبيرة إلا أن الهلال عرف كيف يحقق الانتصار وعرف كيف يحافظ على صدارته لبطولة الدوري الوطني لكرة القدم.